السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طبعا طلعت كثير ويعني قريت كثير عن موضوع أنه في حكاية أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يترك عندما يريد في مكة يريد أن يصلي على المسجد الأقصى وليس القدس وليس بيت المقدس. المسجد الأقصى كان يترك يعني الكعبة في النص وهو يكون هنا ويصلي على المسجد الأقصى. لكن أنا درست لاحظت أنه بيت السيدة خديجة رضي الله عنها هو في الشمال الشرقي من الكعبة. هنا هذا بيت السيدة خديجة. إذا سيدنا محمد أراد أن يصلي سيتوجه إلى المسجد الأقصى في الشمال الغربي بميلان بسيط غربا هنا. طيب إذن المسجد الكعبة يعني كيف هو الكعبة؟ إذا الكعبة على يساره، الكعبة على يساره، مش ما بينه وبين الكعبة على اليسار. طيب إذا حركنا المسجد الأقصى مجازا يعني هنا يعني خلاص معناه هنا الكعبة وقعت ما بين بيت السيدة خديجة هو هنا المنطقة هنا في السودان، هنا منطقة اسمها الدامر. يعني سيدنا محمد هل بيصلي على الدامر لو هذا الوصف؟ لا طبعا. طيب هذا يعني انه بيت السيدة خديجة المفروض يكون هنا على حسب ما بين البينة، المفروض يكون هنا. لكن انا ما اعرف والله، انا ما اعرف. طيب هذا البيت فيه عمار وهو المصحف العمار. والبيت المعمور هذا الكعبة هي البيت المعمور، وهذا بيت عمار فيه مصحف. هنا يصلي على البيت المعمور أو المسجد. وبالتالي يقولوا لك يا أخي والله يا أخي هذا الرجال مثلا أو هذا بيته عامر بالكتب الدينية. طيب في روايات تعالوا اقطعوا راسي. في روايات كانت لا صلاة للمسلمين بمكة طيلة 13 عام، ولكن كانت تقام الصلوات بمكة في المناسبات الدينية. وفي رواية كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ويجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. يعني كان المفروض سيدنا محمد يكون هنا لكن هو بيت السيدة خديجة في الشمال الشرقي. معناه الناس بتكتب وما عارفه ايش الحاصل. يعني بعد 200 عام من الهجره او 150 من الهجره الناس بتكتب
وما أعرف، يمكن سيدنا محمد بيصلي هنا، ده بالخليج بيصلي على الكعبة مباشرة، بيصلي على الكعبة مباشرة. مين اللي قال لهم بيصلي على المسجد الأقصى؟ مين؟ ما في حد بيعرف انه النبي كان بيصلي على الكعبة. الصلوات بمكة في المناسبات الدينية، وفي رواية كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ويجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. سورة الإسراء كانت تسمى بسورة بني إسرائيل، ورتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن المكي والمدني. وكانت آية الإسراء منفصلة عن سورة بني إسرائيل، وأول آياتها تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في الآية 7 في نفس السورة ذكرت كلمة مسجد، لذلك جيء بآية الإسراء وإضافتها لصورة أساسا نزلت على بني إسرائيل ومن القصص، بينما آية الإسراء كانت آية غير منسوخة من أديان سابقة، ما كانت آية منسوخة من أديان سابقة، نزلت على سيدنا محمد وهو بمكة صلى الله عليه وسلم. في حال فصل آية الإسراء عن سورة بني إسرائيل تستقيم سورة بني إسرائيل، وفي حال تركها يجب أن يفهم أن آية الإسراء منفصلة عن سورة بني إسرائيل. الزكاة والصلاة أول وصية للأنبياء والرسل في قرآنهم. الزكاة والصلاة أول وصية، معناتها أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من صلى كان هنا في بيت خديجة وصلى على الكعبة. طيب، أمس كان يعني أنا تكلمت عن كلمة إما أن تعذب هنا ما من العذاب، دي مختصة بالمياه العذبة بالعين الحمية. هناك كان في مشكلة بين القوم أنفسهم، أو في مشكلة في ورود البهائم، أو يعني أصحاب البهائم والمواشي من الورود من الخلا إلى النيل، وبالتالي حصلت مشكلة بين القوم. وسيدنا الخضر مشى يصلح فيما بينهم. كلمة تعذب ما من العذاب، من المياه أو المياه العذبة. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. والسائل هنا هو سيدنا موسى عليه السلام وابنه، سألوا الرجل الصالح وهو سيدنا الخضر عليه السلام. أما كلمة عليكم تدخل عليكم في الآية يسألونك، تدخل على أكثر من شاهد، على معناه هناك في أكثر من شاهد، كما في خشينا فأردنا. الشاهد الأول هو الله جل جلاله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. إذن ذي القرنين هو العبد الصالح الخضر
عليه السلام، وطاف في مسافة لا تتعدى 1000 كيلومتر على ظهر جمل بشاري أصهب. يعني هو سيدنا الخضر وليس سيدنا سليمان عليه السلام، ولا بقصة انه قرن بين الامه وكده وامه كده، وقرن بين ماضي وقرن بين امتين وقرن، لا، هو سيدنا الخضر او الخضر ذهب الى هناك الى سد هناك في شلتين في جبال تسمى جبال القرنة، من قرنة من قرنة قرنة من قرنة جبال القرنة. وجبال القرنة للآن الاسم من قديم، واللي عايز يسهب يزور جبال القرنة ويسأل. زمان المغريزي لما عبر إلى الحج عن طريق ميناء إدهاب، شاف الحجارة بعينه، شاف حجارة الزبر بعينه، وهي حجارة السلات أو الشواء. ولو مكذبيني تتصلوا على أي واحد هناك في بورسودان لكي يطلعكم أو يوريكم ماهية حجر الزبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.